السلام عليكم ورحمة الله. أنا نعمة مصطفى، أهلا بكل متابعين ومشتركين قناة مطبخ نعمة مصطفى. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة أقول لكم وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا بنحتاجها على طول في كل وصفاتنا أو تقريبا في معظم وصفاتنا يعني، وطبعا بنشتريها بتكون غالية جدا. النهاردة هنعمل الحليب المكثف المحلى الجميل اللي انتوا شايفينه ده اهو، بقوام جميل جدا. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. مقاديري معايا هيكون معايا كوبايه من السكر، كوبايه من السكر العادي، سكر بني سكر ابيض مفيش اي مشكله، ومعايا كمان كوبايه من اللبن البودر، كوبايه سكر وكوبايه لبن بودر، ونص كوبايه لبن حليب دافيه، تكون دافيه يعني تسخنيها شويه صغيرين، ما تكونش غليانه ولا بارده قوي. وهيكون معايا كمان، انا لسه حالا كنت بسيح زبده اهو، هاخد كده يجي معلقه ونص ولا حاجه وهحطها. دي زبده بلدي عندي، حط اي زبده متوفره عندي. معايا كمان باكو من الفانيليا زي ما انتم شايفين اهوت، وهبدا امزج كل المكونات بتاعتي دي. هنخلطها كلها بالمضرب الكهربائي، هنخلطها كويس جدا بالمضرب الكهربائي، وبعد كده هنحطها على النار. بس الاول لازم نضربها كويس، كل المكونات تختلط ببعضها زي ما انتم شايفين كده. هيبقى قوامها زي ما هتشوفوه. الوصفه مقاديرها سهله جدا، من اسهل ما يكون، وبنحتاجها على طول، وبتكون طبعا غاليه في المحلات قوي. خلاص كده قوامها اهون. تعالوا بقى نحطها على البوتاجاز، يا دوب بس السكر يسيح، يعني ولا هتغلي ولا هتستوي ولا اي حاجه، بس يا دوب السكر يسيح كده ويدوب. خلاص كده زي ما انتم شايفين بقى قوامها اهو جاهز معايا. هسيبها تبرد، وبعد كده هحطها في التلاجة، وقوامها هيبقى اتقل من كده وهتشوفوه دلوقتي. حطها في التلاجة لحد ما تبرد. كده قوامها بعد ما طلعت من التلاجة سبتها يمكن ساعة. بصوا قوام الحليب المكثف جميل جدا، شوفوا قوامه حلو ازاي، ما شاء الله. والله يستحق التجربة، لانه هو فعلا زي اللي بيتباع بالظبط، وده طبعا ارخص واوفر بكتير جدا. احنا بنحتاجه في وصفات كتير قوي. ان شاء الله الايام الجايه هعمل لكم منه وصفات كتير. شايفين قوامه حلو ازاي، قوامه جميل جدا جدا. دي مقادير مظبوطه، يعني امشي عليها بالخطوات بالظبط، وان شاء الله تطلعي حاجه جميله جدا زي ما انت شايفاه. حلو قوي وسهل وبسيط وما خدش اي وقت خالص. اتمنى بقى ان الوصفه عجبتكم، تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد، وتابعوا وصفاتي القديمه، وشجعوني على طول دايما كده بتعليقاتكم الجميله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.